السلام عليكم. الفتيس السي في تي، اسطوره الفتيس السي في تي في مصر. انت هتجيب عربيه ايه؟ ايه؟ انت مجنون يا ابني؟ ده الفتيس بتاع السي في تي. انت عايز تلبس فتيس؟ ده انت اول ما تدور كده وتقول بسم الله وانت خارج من التوكيل رايح على المرور العربيه جابت فتيس. محدش يجيب الفتيس سي في تي. واحد تاني هيقول لك يا عم فتيس سي في تي ايه؟ 100 100 يا باشا، غير الزيت في ميعاده والعربيه هتبقى 100 100. اسطوره الفتيس سي في تي في مصر بس عندنا فيها مشكله. حاجتين: 50 السي في تي عادي اللي هو كل دول العالم بتستسهل في الخامات والاسعار وبتنزله، وفي الياباني. الياباني ريح دماغك، اركب وسوق واعمل اللي انت عايزه في نوعين: تويوتا كرولا والهوندا. التويوتا والهوندا بينزلوا الفتيس السي في تي ما فيهوش مشاكل. طب ليه؟ الكورولا عامله حق اختراع كده، في ترس اضافي في الفتيس السي في تي بيحل المشكله دي. ما بيحصلش، ما بيبص، ما بيعملش، بيحمل عليه ترس اضافي فبيعالج المشكله دي. وطبعا تويوتا بتعمل شغل حلو في مصنعه وبتقفل بخامات حلوه، فالفتيس ما فيهوش مشاكل. والهوندا ليهم نظام تبريد خاص بيهم، فالفتيس بتاعهم ما يكونش فيه مشاكل. باقي الفتيسات هي دي المشكله. نجيب بقى للفتيس العادي الطبيعي في العربيات اللي هو بينزل في كل العربيات التانية زي كل هوجة العربيات اللي في مصر دلوقتي. الفتيس سي في تي مشكلته ايه؟ هنقسمه لحاجتين: هتجيب العربيه تشتغل بيها ولا هتستخدمها استخدام شخصي؟ لا، انا هجيب العربيه اشتغل بيها. هتشتغل بيها اوبر وكريم يعني هترزع بيها 10 ساعات في اليوم، ولا هتشتغل بيها ساعتين في اليوم؟ لا، انا هرزع 10 ساعات في اليوم. مش هتنفعك، ابعد عن الفتيس السي في تي. هيجي واحد يقول لك يا باشا الفتيس السي في تي هم حاجتين، هم فعلا حاجتين: تبريد خاص ليه، ودلوقتي بقى في شركات كتير بقت تعمل تبريد خاص للفتيس، وانك تغير الزيت في ميعاده. تغير الزيت في ميعاده مظبوط وفي التوكيل، وحد فاهم الزيت اللي هيتركب بتاع الفتيس ده ايه، والتبريد الجديد اللي حصل فالفتيس ما فيهوش مشكله. وانا معاك في النقطه دي، بس مش لشغل شقه اوبر وكريم 12 و13 ساعه في اليوم، مش هيستحمل معاك. الكلام ده نعمله في الاستخدام الشخصي. حضرتك جايب عربيه استخدامك شخصي، هتروح الشغل وتيجي من الشغل وتودي المدام هنا وتودي الاولاد المدرسه، الاولاد النادي، هتروح تجيبي طلباتك، هتسافر بيها مصيف، هترجع بيها من المصيف، دوس والعربيه مفيش فيها اي مشكله. اما لو هتشتغل بيها شغل ترزيع مش هيستحمل معاك. طب انا هجيبها استخدام شخصي وساعتين في اليوم كده شغل، دوس مفيش مشكله فيها. هو دي قصه الفتيس السي في تي في مصر. وليه الناس بتخاف منه؟ عشان هو فعلا بيجيب فتيس في بعض الانواع. في منهم نوع مشهور مش عايز اقول اسماء شركات، كان كل العربيات الاوتوماتيك 3/4 بيجيب فتيس، وبتروح التوكيل وبيغيروا الفتيس في التوكيل وبيجيب فتيس تاني، لحد ما حاولوا كده يعدلوا عملوا تبريد معين فالعربيه بقت تحافظ شويه على الفتيس بتاعها. دلوقتي في حاجه، ما احنا عندنا دلوقتي اللانسر شارك والسنترا الفتيس بتاعهم سي في تي وهم ياباني بس بيجيبوا فتيس برضه. ما احنا قلنا مش كل الياباني، قلنا الياباني اللي هو التويوتا والياباني الهوندا فيهم تعديلات، فالفتيس الحمد لله ما بيبص. لكن اخيرا في نهايه الجدال عشان نخلص من موضوع الفتيس السي في تي ده، حضرتك لو هتجيب العربيه شغل طحن ابعد عن الفتيس السي في تي. لو هتجيب العربيه استخدام شخصي وممكن تشتغل بيها ساعه ساعتين في اليوم، هات العربيه فتيس سي في تي وما تخافش. وان شاء الله كل العربيات يبقى بخير الفتره الجايه ويعدلوا القصه دي، او يبطلوا استخسار وينزلوا فتيس عادي اعتيادي 4 سرعات ويريحوا دماغنا. السلام عليكم.